يا إبراهيم، مم. بنزل فيديوهات وبنتعب فيها مم. بس مش بتنتشر. مم. إزاي بنشوف فيديوهات بتضرب في يوم وليلة وإحنا لأ؟ السر مش حظ يا روان، الموضوع ليه علم. جرب. جونا بيرجر في كتاب كونتيجس هيعلمنا 6 أسرار تخلي أي فكرة تنتشر زي النار في الهشيم. هاي. النهاردة هنكسر القواعد دي. عايز تخلي محتواك ينتشر؟ أهلا بيكم في شرحنا النهاردة لكتاب معدي للعبقري جونيفر بيرجر. عمرنا فكرنا ليه في أفكار أو منتجات بتضرب فجأة وتبقى ترند والكل يتكلم عنها؟ الموضوع أعمق بكتير من مجرد فيديو مضحك بالصدفة. في تركيبة نفسية خفية ورا كل ترند بنشوفه، وده بالظبط اللي هنستكشفه مع بعض. وعشان نفهم السر ده هنمشي النهاردة على 5 خطوات سريعة. أولاً، خرافة الحظ. ثانياً، العملة الاجتماعية والمحفزات. ثالثاً، العاطفة والظهور العلني. رابعاً، القيمة والقصص. وأخيراً، إزاي نصنع محتوى معدي. المحاور دي هتفكك لنا المفاهيم الغلط وتكشف الوصفة الحقيقية. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ بأول نقطة: خرافة الحظ في الانتشار السريع. وليه الترند عمره ما كان مجرد صدفة أو محتاج ميزانية إعلانات بملايين؟ لو فكرنا لحظة، إيه اللي ممكن يخلي خلاط شكله عادي جداً أو إعلان جبنة بسيط ينتشر زي النار في الهشيم وكله يشيره؟ إيه السر اللي بيدفع الناس إنها تشارك حاجات يومية عادية مع ملايين حوالين العالم؟ السر ببساطة هو كلام الناس أو التسويق الشفوي. دي قوة رهيبة ومقنعة وأكثر استهدافاً بكتير من أي حملة إعلانية تقليدية. يعني نصيحة من صديق عن مطعم بتوزن أكتر بكتير من يافطة ضخمة في الشارع، لأن الصديق ده بينقل تجربته بصدق ومفيش أي مصلحة مادية ورا كلامه. بس الصدمة بقى فين؟ الأبحاث اللي عملتها مجموعة كيلر فاي بتقول إن 7% بس من كلام الناس ده بيحصل فعلياً على الإنترنت. متخيلين؟ الرقم ده بيسلط الضوء على التأثير الضخم جداً وغير المرئي للمحادثات اليومية العادية، على القهوة، في الشغل، أو إحنا قاعدين مع العيلة بعيد تماماً عن الشاشات. الخلاصة إن الانتشار ده بيتصنع، مش بيتولد بالصدفة. والوصفة السحرية دي متلخصة في 6 خطوات بنسميهم إطار عمل ستيبس: العملة الاجتماعية، المحفزات، العاطفة، الظهور العلني، القيمة العملية، والقصص. فهم الخطوات دي هو المفتاح. ندخل بقى على تاني جزء: العملة الاجتماعية والمحفزات. إزاي المشاركة بتأثر على صورتنا وإيه اللي بيخلينا نفتح مواضيع معينة؟ فكرة العملة الاجتماعية ببساطة هي أن الناس دايماً بتحب تشارك الحاجات اللي بتخلي شكلها حلو ومميز وسط دايرتها. شركة زي بلانتك للخلاطات فهمت ده كويس وعملت فيديوهات بتفرم فيها أجهزة آيفون. الفكرة العبثية دي خلت الناس تتسابق عشان تشاركها، لأن اللي بيشير محتوى غريب ومجنون زي ده بيبان كأنه شخص ذكي ومواكب للجديد. وفي قاعدة ذهبية بتقول: اللي بيتصدر العقل بيكون على طرف اللسان. وعشان المنتجات تفضل الناس تتكلم عنها بشكل مستمر لازم تستخدم المحفزات، زي ما كيت كات عملت بالذكاء شديد وربطت الشوكولاتة بتاعتها بعادة شرب القهوة كل يوم. الرابط ده خلى المنتج لازق في دماغ. كل ما يجي وقت القهوة العقل بيستدعي كيت كات فوراً. نروح للقسم الثالث: العاطفة والظهور العلني. إزاي مشاعر معينة بتدفعنا للمشاركة؟ وليه الظهور العلني لأي منتج بيلعب دور أساسي؟ المحتوى اللي بيحرك مشاعر الإثارة العالية بينتشر أسرع بكتير، والمشاعر دي ممكن تكون انبهار ورهبة أو تسلية وضحك، وممكن حتى تكون غضب. على الناحية التانية، المحتوى اللي بيجيب هدوء ورضا زي صورة غروب شمس لطيفة مش بيدفع الناس إنها تجري تشاركوا بنفس القوة اللي بيشاركوا بيها فيديو هيموتوا من الضحك. تخيلوا إن في تجربة غريبة شوية أثبتت إن الطلاب اللي جريوا في مكانهم لمدة دقيقة واحدة بس كانوا أكثر عرضة بمرتين لمشاركة مقال معين مقارنة بالطلاب اللي كانوا قاعدين مرتاحين. ده بيفسر إزاي الإثارة الفسيولوجية للجسم بتغذي الرغبة في النقل والمشاركة بشكل مباشر جداً. كمان عشان الفكرة تنتشر بجد لازم تسيب حاجة اسمها بصمة سلوكية واضحة، يعني أثر مادي ملموس ومكشوف للناس، زي لوجو التفاحة في أجهزة آبل اللي معمول عشان اللي قاعدين في الكافيه يشوفوه، أو الشنط التسوق القوية من لولو ليمون اللي الناس بتمشي بيها في الشارع. البصمة دي بتشتغل كدليل اجتماعي قوي بيخلي الناس تقلد بعضها. دلوقتي جينا للقسم الرابع: القيمة والقصص. إزاي نستخدم الفايدة العملية وفكرة حصان طروادة عشان نوصل رسالتنا؟ الناس دايماً بتدور على الفايدة، وهنا في تناقض غريب بيفسره علم النفس ونظرية تناقص الحساسية. المستهلكين ممكن يسوقوا عربياتهم تلت ساعة عشان يوفروا $10 في راديو سعره أصلاً $35، لكن مستحيل يعملوا نفس المجهود عشان يوفروا نفس $10 في تلفزيون سعره $650. الفكرة هنا مش في قيمة الفلوس نفسها،
الفكرة في الإحساس بالنسبة التوفير والقيمة اللي حسوا بيها. نزود على ده فكرة الندرة. مجرد وضع حدود زي قطعتين فقط لكل عميل في أي عرض ترويجي ممكن يطير المبيعات لفوق بأكتر من 50%. الحيلة البسيطة دي بتنجح لأنها بتخلي المشترين يحسوا إنهم جزء من مجموعة حصرية لحقت فرصة مش موجودة كتير، وده بيدي قيمة نفسية هائلة للمنتج. وأهم حاجة إن رسالة المنتج تكون متغلفة في قصة جذابة، حاجة كده شبه حصان طروادة. في وسط زحمة الإعلانات المباشرة اللي كلنا بنعمل لها تخطي، القصة هي اللي بتعيش، بس بشرط لازم العلامة التجارية تكون مندمجة وجزء أساسي من الحبكة، لدرجة إن القصة تقع وما تتفهمش من غيرها. ومفيش مثال أحسن من إعلانات جبنة باندا المصرية المشهورة عشان يشرح ده. إعلان كوميدي جداً ومبني على التخويف الصامت والمضحك للباندا لأي حد يرفض الجبنة. العبقرية هنا إن مستحيل أي حد يحكي الموقف لأصحابه من غير ما يجيب سيرة الباندا والجبنة. المنتج هنا بقى هو بطل القصة. نوصل بقى لآخر قسم، صناعة محتوى معدي، وإزاي نجمع كل العناصر دي وننفذ المعادلة على أرض الواقع بخطوات قابلة للتكرار. لو بصينا وجمعنا ال6 خطوات بتوع معادلة ستيبس مع بعض، من أول العملة الاجتماعية والتميز لربط المحفزات البيئية وتوليد المشاعر القوية وخلق بصمة سلوكية مع إضافة قيمة وعروض نادرة، ونغلف كل ده في قصة حصان طروادة، النتيجة هتكون خلطة سحرية لأي مؤسسة أو صانع محتوى عشان يهندسوا كلام الناس ويخلقوا تسويق شفهي قوي من غير ما يستنوا ضربة حظ. عشان كده المرة الجاية لما ينفجر ترند ضخم فجأة، وده أكيد هيحصل، خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا ونحلل الموقف. هل الترند ده كان مجرد صدفة عشوائية بحتة، ولا في الحقيقة تطبيق عبقري ومدروس لنفس المبادئ النفسية اللي في معادلة ستيبس؟ فكروا فيها. بصراحه يا روان الشرح بتاعك كان مميز جدا النهارده. شكرا يا إبراهيم، ده من ذوقك. يا رب تكون عجبتكم انتوا كمان. لو المحتوى عجبكم ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناه. سلام.